مرحبا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده على قناتنا جديل سبورتس. طبعا زي ما حضراتكم شفتوا انتهى اللقاء بفوز الارجنتين على هولندا بركلات الترجيح الجنونيه، وماتش طبعا جنوني جدا، وكان مكسب للارجنتين ثم رجعت هولندا في اللقاء في اخر دقيقه. اثاره وجنون جدا طبعا في مونديال قطر، عودنا على كده. هنبدا مع حضراتكم بقى نتكلم شويه عن الارجنتين وهي اسباب الفوز اللي خلت الارجنتين تتاهل للدور السيمي فاينل. اول حاجه نتكلم عن تشكيل ان الارجنتين بدايه لعبت ب 3-5-2، وبالتالي في التكتيك ده بيدل ان هم كانوا بيلعبوا بصوره دفاعيه جدا، والناحيه الثانيه هولندا لعبت ب 3-4-3. فخلينا نتكلم مع حضراتكم على البورد بقى عشان نختصر الوقت على طول، نخش في المفيد على طول. ان الارجنتين لعبت ب 3-5-2 وهولندا لعبت ب 3-4-3. الاثنين في بدايه اللقاء بيلعبوا بزون دفاعي جدا، والاثنين يعني زي ما تقول خايفين من بعض. كانت هولندا مثبته نفسها ورا 3-4-3 والارجنتين 3-5-2. مفيش الا بعض الفترات اللي كان ميسي بيلعب كجناح ويضم من جوه واثنين المهاجمين يضموا معاه، يخش ميسي يخش كصانع لعب هنا بالصوره دي، او بعض الاحيان ان ميسي يجي عن طريق الطرف الجناح، والجناح الاخر اللي هو الطرف الثاني اللي هو نص الملعب يضم لجوه، والاثنين مهاجمين يضموا جوه، ويجي ميسي من الناحيه الثانيه خارج الملعب او من طرف الوينج اليمين. فده التكتيك اللي لعب عليه منتخب الارجنتين طول المباراه. مفيش تكتيك واضح جدا، يعني نقدر نقول لو شلنا ميسي من الارجنتين يعتبر الارجنتين فاضيه جدا. هتقول لي ليه؟ اقول لك ان فعلا ميسي له التاثير في ضربه الجزاء اللي جابها، له التاثير في صناعه اللعب، له التاثير في الجون الاساسي اللي عمله. ان كان عليه جدل كبير جدا ان يقول لك ميسي ما كانش زي شافه وما لعبوش، ازاي ميسي لعبه ومن غير ما يبوظ. هي كل ما في الامر كله ان ميسي كان ملاحظ تحركاته، ولما لقاه ميسي كان رابط ذهنه بتحركات اللعيب اللي كان هيباصيله، وبالتالي لما دخل ميسي كان حافظ وتحرك كان هنا، الاثنين ماشيين مع بعض اهو. فميسي ملاحظ ده تحركه هنا، وبالتالي ميسي لما الفكره كلها هنا في الفنيات، لما ميسي غير حركته او غير مكانه قدر رابط مخه باللعيب ده، وبالتالي لما دخل عمله الاساسي هنا وجه الجول. وده الجزئيه اللي احنا بنتكلم فيها فنيا، ان ميسي كان بعض الاحيان بيضم من الباك اليمين يخش جوه، او بيضم من بره ويخش لبره، من بره هنا ويخش لجوه من ناحيه الوينج، او يلعب كمهاجم صريح في بعض الاحيان. ولكن نقدر نقول ان التكتيك برضو بشكل عام المنتخب الارجنتيني كان بيلعب بزون دفاعي طوال المباراه، وبيعتمد على بعض الكرات اللي فيها ميسي كصانع لعب، او كميسي كوينج، او ميسي كراس حربه بيضم لجوه يعمل ذات عدديه، لا اكتر ولا اقل. خلينا نتكلم بقى عن المنتخب الهولندي والتكتيك اللي لعب بيه برضه نفس القصه، كان بيلعب 3-4-3، وفي بعض الاحيان كان بيتحول ل 5-3-2، بيلعب 5 وبتبقى 3-2 في وسط الملعب، وهوريها لحضراتكم بالصور دلوقتي. بيبقى في بعض الاحيان 5-3-2، وده هيظهر بصوره كبيره جدا لما كان ميسي بيضم لجوه وكان بيعمل مجموعه من التسديدات، او بيحاول يصنع اللعب من العمق عشان يقفلوا عمق على ميسي وعلى معاونين من منتخب الارجنتين. وبالتالي هولندا كان بيلعب على الكونتر اتاك وبعض الكور، وده زاد بصوره كبيره جدا ان المنتخب الهولندي لما عمل زياده عدديه من قدام كان بيعتمد على الاطراف بصوره كبيره جدا. وحتى الجون الاخير اللي جه الجون الثاني في الدقيقه الاخيره كان فاول، وكان من عرضيه، وكان من كرة ثابته اعتمد على وينج الشمال اللي احنا بنتكلم عنه. ان ده المنتخب الهولندي زود فرصه في الهجوم عن طريق الاطراف بتاعته، وعن طريق الزياده عدديه في العمق من وسط الملعب والدعم الهجومي من وسط الملعب، وان وسط الدفاع اللي ورا بيتقدم بحذر بصوره كبيره. وبالتالي خلينا نقول بشكل عام ان المنتخبين كانوا بيلعبوا بحذر طوال المباراه، ان المنتخبين كانوا بيلعبوا بصوره دفاعيه، ان المنتخبين ما كانوش بيهاجموا الا في بعض الاوقات المهمه، زي المنتخب الهولندي لما هاجم وكثف هجومه في الاخر، والارجنتين في بعض اوقات المباراه، ويعني نقدر نقول في اول المباراه بس. ده الشق الثاني بقى ان لما كنا على الاساس بتاع ميسي واتكلمنا ان المنتخب الارجنتيني ما فيهوش عناصر كبيره جدا تساعد ميسي، واتكلمنا المنتخب الارجنتيني الاثنين لعبوا على الافكار الدفاعيه وما كانش عندهم هجوم مباشر بصوره كبيره جدا الا في بعض الاحيان. بشكل عام ان المنتخب الارجنتيني والهولندي يستحقوا العبور الدور الثاني، ولكن نقدر نقول ان الارجنتين كان عندها رغبه اكتر من بعد مباراه السعوديه. الارجنتين كان عندها رغبه وانها تقدر تعدي الدور اللي بعديه، ولكن يرجع فضل اول ثم ربنا ثم ميسي ميسي ميسي، لان هو يقدر نقول 90% من الفريق، والفريق كله 10% لا فقط ولا اكتر ولا اقل. حتى الجون اللي جابه كان اسيست، ضربه الجزاء اللي جابها هو اللي جابها، الجون اللي كان جاي كان اساسي منه، ضربه الجزاء كان هو واحد اللي شاط، فيعتبر ميسي هو اللي اهل الارجنتين عكس رونالدو. وبكده احنا نكون شرحنا مع حضراتكم على السريع كده تحليل مباراه الارجنتين وهولندا والتكتيك اللي لعبت بيه كل منتخب، وايه اللي قدروا يلعبوه فنيا قصاد بعض، ومين اللي قدر، وايه السبب اللي خلى الارجنتين تقتنص الفوز والعبور للدور الثاني للمونديال. وبكده نكون وصلنا مع حضراتكم نهايه حلقتنا. لو عجبتك الحلقه مش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتدعم صفحتنا على الفيسبوك باسم جديل سبورتس. انتظروا تحليل مباراه البرازيل وكرواتيا. كما كنا محمد جد الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.